عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم حبايبنا؟ إن شاء الله الكل بخير. كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة يا رب، وعيد الأفطر عيد سعيد عليكم إن شاء الله، وينعاد عليكم بالصحة والعافية، ويحفظ أحبابكم ويتقبل الله طاعاتكم بحق محمد وآل محمد. مناسبة العيد، باكر العيد إن شاء الله. اليوم راح أسوي الجيمر حتى نتريق بيه الصبح. الجيمر مالتي عنده هاي شلاكزانة أنا استخدم، أو كريمة الطبخ مثل ما يسمونها. الفت مالتها أو الدهن 30%. عندي خمسة من عدها، كل اثنين ياخذن خاشوقة كبيرة أو ملعقة كبيرة نشا. أنا أضيفه مالتين الفانيلا سكر حتى ما يبين عنده طعم النشا. على البارد أبدأ أخلط. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول أضيفه الشلاكزانة، وهذا الخامس. هسه أضيف فانيلا سكر ضرب واحد. هن خمسة، أضيفن تقريبا كل اثنين خاشوقة نشا، خاشوقتين ونص بس مليانات. هذا كله على البارد الخفق بالبداية. هاي النص. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلبي، نسيت اذكر هماتين شغلة ثانية. الزبد، انا استخدم هاي النوعية من الزبد. اضيف تقريبا نص خاشوقة اكل. ليش؟ حتى تتكون عنده طبقة دهنية، طبقة صفراء. هيقد اخر نص. وارجع اخلط على البارد حد لما اتأكد انه النشا كلها اللي عنده ذابت، ما يبقى تكتلات. هسه اشغل الطباخ وابقى اخلط. لازم ما تتركونه. هسه من بلشت شعلت عليه طباخ مثل ما تشوفون، ابقى اخلط. احنا ما نريد يصير كاستر او محلبي، لا، نريد بس شوي الكريمة تتماسك. تشوفون قوامها ان شاء الله. ادخن من شلون يعني، بمن اشبهه مثل محلبة اول ما يريد يثخن. من تشوفونه بدا يحمي، قللوا النار عليه حتى شنو هو ما يفتع من جوا، وخلوه على راحته حتى تاخذون القوام المطلوب. ونصيحة، لا تخلونه اول ما تخلونه بالبايركس تغطونه بغلاف غذائي ابد. لا تغطونه هو حار. ليش؟ يعني يصير عنده البخار يتكون مي، ينزل على وجه الجيمر يصير بيه مي. خلوه يبرد تماما ودخلوه للثلاجة حتى ما يحتاج هذا الغلاف. من تشوفونه بدا يحمي، قللوا النار عليه حتى شنو هو ما يفتع من جوا، وخلوه على راحته حتى تاخذون القوام المطلوب. ونصيحة، لا تخلونه اول ما تخلونه بالبايركس تغطونه بغلاف غذائي ابد. لا تغطونه هو حار. ليش؟ يعني يصير عنده البخار يتكون مي، ينزل على وجه الجيمر يصير بيه مي. خلوه يبرد تماما ودخلوه للثلاجة حتى ما يحتاج هذا الغلاف. نبقى نحرك بيه. هسه بهاي المرحلة اقلل عليه الغاز او الطباخ. طبعا هذا رمضان كان كلش سريع سبحان الله، ولا حسينا بيه. اللهم يجعلنا من العايدين بحق محمد وآل محمد يا رب يا الله.
اللهم شافي المرضى وشافي جرحى طلاب مدرسة البصرة الأطفال، الله يشافيهم ويعافيهم يا رب، ويصبر أهالي الشهداء بحق محمد وآل محمد. الله يصبرهم إن شاء الله، يصبر أهاليهم ويشافي جرحاهم. هسه أطفيه وأخليه على حرارة الطباخ. أنا شلون أعرفه؟ هاي قاع الجذر ما يبقى بيه، رأسا هيك ينزل. وصلت للقوام المطلوب. هسه أفرغه بالبايركس، انتظره يبرد وبعدها أدخله الثلاجة، وتشوفون إن شاء الله من قطعة الصبح. بسم الله الرحمن الرحيم. انتظر يبرد. وإن شاء الله بعد ما يبرد ويدخل الثلاجة الصبح يشوفونه. صباح الخير، وكل عام وانتم بألف خير وصحة وسلامة يا رب، اللهم يجعلكم من العايدين بحق محمد وآل محمد. وهذا الجيمر مالتنا جهز، هذا شكله. هسه صب من عنده، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. شوف شلون بهاي القشطة الصفراء. اللهم صل على محمد وآل محمد. شوف شلون يجنن. هسه نرش عليه شوي عسل. حبايب قلبي شلون نطتني هاي الفوق اصفر، قشطة صفرة. شوف ايش قد حلو. وهسه نضيف عليه العسل. ويا الصمون والشاي المهيأ يصير ما ينشبع منه. العسل مالته جامد لين كان بالثلاجة. وأتمنى تجربون هاي الطريقة وتعجبكم، وعلينا وعليكم بالعافية.